أجواء غير عادية عاشها ملعب عمر حماد ببلوغين على خلفية مباراة القمة بين شبيبة القبائل وضيفه شباب قسنطينة لحساب الدور الثمن النهائي من كأس الجزائر. والحدث صنعته عودة أنصار شبيبة القبائل إلى المدرجات بعد طول غياب استمر منذ الجولة الثانية من البطولة إثر الحادثة المأساوية لوفاة الكاميروني الباري بوسي. كوني نوال دار داكي الجزائر نوات الفرحه مقران ونفان كاليفي لوتيت فيران فان نروح البلي لوان ديال لا كوب دي ليجيبت موثل 23 بيرسون اوكي سسبونسيون كوني يموت بوسي يفان راه كيموت مي كوني نفغا اخك سلوي كيلو كاع خرنا تيزي وزون نفغا نوغال يا خويا صافي بليزير شحال حنا نسوفريو هكذايا بلا لي سيبورتور لي جوار يلعبوا لونفي ما كان لا حراره لا حتى حاجه الحمد لله هكذا ولاو لي سيبورتور تاعنا ان شاء الله دوك لي جوار كيما نقولوا يكون لونفي في التيران الحمد لله هكذايا ولا اكثر. اللاعب رقم 12 في صفوف شبيبة القبائل والذي لطالما كان روح الفريق وصمام الأمام لأبناء جرجرة سواء تعلق الأمر باللعب داخل الديار أو خارجها استرد حقه الذي سلبته إياه قرارات ظالمة إلى أن جاء قرار المكتب الفيدرالي لينصف ويثمن جهود الأنصار والمسيرين وحتى اللاعبين الذين شددوا على حق الفريق في استرداد جماهيره العاشقة والتي دفعت ثمن جريمة شنعاء ارتكبتها أيدي مجهولة ودفع ثمنها شعب بكامله. جياسكا كبيرة بزاف كبيرة بالبيبليك تاعها واللي يحبوا يشوفوا التربية الإنسان للناس اللي تعرف البالون لي سيبورتر تاع جياسكا يعرفوا البالون مام كي كانوا يخسروا في استادهم ويصفقوا. احنا ما رحناش ما كانوا احنا كنا برا احنا ما رحناش احنا مع الشبيبه الى الامام شجره تاع الزيتون 100 سنه في عمرها صبرات ولي شابه. على كل حال احنا فرحانين بزاف على ديسيزيون هذه على كل حال ديسيزيون سي لوزان اللي عطاتها لنا ما عطاها لنا حتى واحد الحمد لله كيولي اللعب لعبوا مع الجمهور تاعنا وان شاء الله نوليو تيزيوزو. وانا ثاني ماذا بيا جيرونس ان ابيل او سيبورتور دو لا جياسكا ديريا لا جياسكا خاسرين ولا رابحين معاهم عرس مدينة تيزي وزو والذي بدأ بخطوة أولى كانت عودة جماهير النادي الأكثر تتويجا في الجزائر ولو خارج قواعدهم توصل بتأهل الكناري إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر بأقدم إحجادا ينتظر أن يكتمل بعودة الأنصار في البطولة إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ولم لا رفع العقوبة التي سلطت على النادي من قبل الكاف في المنافسة الإفريقية بعد إنصافه من قبل المحكمة الرياضية الدولية.